نصيحة MG من عند عم رمضان. المعروف على شجرة القارص أنها صيدلية طبيعية نظراً للمنافع المتعددة للثمرة هذه في برشا استعمالات. القارص مضاد لنزلات البرد ومن أحسن ما فما لتسهيل الهضم. غني بالفيتامين سي كما القوارص الكل، ومضاد للالتهابات ومعدل لضغط الدم ونسبة الكوليسترول ومضاد للأكسدة. القارص ما يغيبش على قضية رمضان لأنه مادة مهمة في كوجينتنا. نفوحوا به سلايت والحوت، نعصروه فوق البريك والشوربة، ولا نحضروا به لي جاتو ولي تارت والسوربي والسيترون. من غير ما ننساو السيتروناد، المشروب اللي يتحضر بالقارص والماء والسكر، وما ينجم كان يخفف السخانة في سهريات رمضان. للقارص استعمالات أخرى لأنه يعتني بالبشرة وينظفها ويقضي على البكتيريا اللي فيها، إضافة لمفعوله السحري على صحة الأظافر وتبييض الأسنان. وعلى خاطر القارص يدخل في عاداتنا الغذائية، تعودنا أن نجمدوه باش نستعملوه وقت الحاجة، خاصة في رمضان مع كثرة الإقبال عليه. شهية طيبة، ونتلاقاو غدوة في نصيحة جديدة من عند MG.